انا حرفيا كنت هموت من الهم، وكل حاجة في حياتي كانت واقفة. كنت بدعي بس مفيش اي استجابة، لحد ما في يوم وانا في عز التعب قررت اعمل حاجة بسيطة جدا. قمت الليل وصليت على النبي بالصلاة الإبراهيمية. مش هبالغ لو قلتلك ان اللي حصل بعد كده كان شبه معجزة. في 10 أيام بس حياتي كلها اتشقلبت. 10 أيام غيروا سنين من الهم والانتظار والتعب. بقيام الليل والصلاة الإبراهيمية، والله أنا مش ببالغ، أنا بحكي الحقيقة زي ما عشتها. في وقت حسيت فيه إن كل حاجة واقفة، الدعاء ما بيتحققش، القلق بقى صاحبي، والصبر بدأ يضعف، لحد ما وصلت اللحظة قلت فيها يا رب أنا مش هشتكي لحد تاني، أنا جايالك وهثبت ولو بركعتين كل ليلة وصلاة على حبيبك 1000 مرة في اليوم. أول ليلة كانت أغرب ليلة. قمت قبل الفجر، كنت حاسة أني داخلة على مقابلة مع حد بحبه، مش عارفة أقول إيه، بس قلت يا رب أنا جايالك، حتى لو مش عارفة أطلب بس عارفة أنك سامعني. ركعتين دعيت فيهم من قلبي، وقبل ما أنام بدأت بالصلاة الإبراهيمية 100 مرة 200 مرة، ولقيت نفسي مش عايزة أبطل. تاني ليلة حسيت بحاجة غريبة بتتغير جوايا، كأن في حاجة كانت مضلمة ونورت، حاجة في قلبي بقت هادية. ولما صحيت الصبح ما كنتش متوترة زي العادة، كنت مبتسمة، مش فاهمة ليه بس كنت فرحانة. من اليوم الرابع بدأت الدنيا تتحرك، رسائل كانت متأخرة، ناس زمان كانت مختفية بعتولي عشان يساعدوني، فرص كنت فاكرة انها راحت رجعت من غير حتى ما اسعالها. وكل ده وانا ثابتة على النظام، قيام الليل ولو بركعتين، صلاة على النبي كل يوم بعدد كبيرة 500 مرة 1000 مرة. بس خليني أقولك إن المعجزة مش في اللي حصل حواليا، المعجزة الحقيقية كانت جوايا. بقيت أعرف أنام وأنا مطمنة، قلبي بقى بيحب ربنا بطريقة مختلفة. بقيت أصلي مش عشان أطلب، أصلي عشان أحس. في اليوم السابع حصلت حاجة خلتني أبكي، دعوة محددة كنت بدعي بيها من سنين جت، ومش بس جت في وقت مثالي وبشكل أجمل من توقعاتي. وقتها بس عرفت إن ربنا كان شايلها ليا، بس كان مستنيني أجيله من قلبي مش من لساني، مش وقت الحاجة بس، لكن أجي بإصرار، بحب وبإيمان. من اليوم الثامن لحد العاشر كان كل يوم بمثابة نور جديد، مش شرط حاجات مادية، لكن راحة، حب، يقين. فهمت يعني ايه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. انا مش جاي اقولك اعمل زيي عشان تحصل لك معجزة، لكن جاي اقولك لو حسيت انك تايه، لو نفسك تنام مرتاح، لو نفسك تحس بحب ربنا ليك، ابدأ بقيام الليل، حتى لو ركعتين، حتى لو بقلبك بس، وابدأ بالصلاة على النبي. خلي لسانك دايما يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ابدأ ولو بخطوة، وهتشوف ربنا بس مستنيك، وهيوريك إن مفيش دعوة بتضيع،
ولا دمعة بتنزل هدر، ولا سجدة بتروح من غير رد. أحلامك كلها هتتحقق لو عرفتي قيمة الركعتين اللي قبل الفجر وقيمة الصلاة على سيد الخلق. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتشارك الفيديو مع ناس بتحبهم، وتكتب لي في التعليقات هتبدأ معجزة ال10 أيام امتى.